طيب لو أنا عندي لام صاد أكبر من أو يساوي -3.4%. أنت المفروض الأول حاجة بتروح الرسمة المعتادة للجميع، الرقم ده في السالب تعمله في السالب، أهو -3.4%. أهو، بس العلامة دي يا مستر علامة أكبر، يعني راح ناحية اليمين يبقى أظلل كده. اوعى تنسى إن المساحة دي ب5/10، يعني دي هتبقى عبارة عن 5/10 زائد عشان ما فيش مساحة بالسالب، هتبص في الجدول تحت 3 وبعدين علامة 0.4 هتلاقيها كام؟ هتلاقيها 8.8.9.4 علامة، اجمعهم هيطلعوا 8.8.9.9 8.8.9.9 من 10,000. طب يا مستر عايز اجيبها بقى بالآلة خلاص واتأكد، هتروح زي ما اتعلمنا، ادي مود وبعدين 3 وبعدين سي خزناها وبعدين شيفت 1 5، هتلاقي زرار الار دي للاكبر بقى، الار على رقم 3 اضغط على رقم 3، اكتب الرقم بتاعك سالب، ادي 3 علامة 0.4، اقفل القوس وقول لها يساوي اهو 9.9.8.8. طبعا الاثنين ما تجربش نفس الحل اللي احنا عملناه قدام حضرتك اهو. طيب مستر لو كانت معلش المسألة الثانية، لو كانت لام صاد أكبر من 2.36، أنت كل اللي هتعملها هتروح تحط ال 2.36 أهي، وبعدين العلامة كانت أكبر يبقى هتظل ناحية المال النهائية، مش تنسى المساحة دي كلها ب5/10، يبقى 5/10، وهتبص في الجدول تحت 2.3، 6%، هتطلع معاك 4909 من 10,000. دي اطرحهم على الآلة الحاسبة هيطلع لك الحل ده. خلاص يا أخي بلاش تخزيق عينين في الجدول، روح على مود 3 وبعدين خزنها واستدعيها، شيفت 1 5، الار فين؟ الار عايز رقم 3، اضغط على رقم 3 ومديها الرقم 2 علامة 6 3 وفي القوس بس، وريح دماغك. طلعت كام؟ ما هي نفس الحل اهو، 0091 اهي، 0091 اهي، ودي تختارها. فبلاش تخزج عينيك في الجدول كده. انت عرفت لما تبقى اكبر